بهذا الحدث تاع الشان اللي نظن اول دخله وافتتاح ولو كان يعني سريع. يعني صعب انك تعمل افتتاح ساعه قبل بدايه المباراه وتكون في الوقت وتعبر على كل تقاليدك. نعم في الارضيه، والكاف تطلب منك انه وقت قصير 25 نعم دقيقة. 25 30 دقيقه، يعني في تعطي فيها نبذه على تاريخك، على يعني اصولك، على تقاليدك. هذا الشيء يعني شفناه يعني في الحفل هذا، وكان يعني كنت نقول ربما راح نتاخر على المباراه ولكن كنا حاضرين، قدمنا كل شيء، كنا في المستوى. الان اليوم اول مقابله يعني للفريق الوطني، انا نظن باللي هنا الجزائر عاودت قربت يعني على المستوى الرياضي وعلى مستوى كره القدم افريقيا يعني ودوليا. قربنا في هذه المحافل اللي يخلينا نكبر. يعني هاد الشان هذه راح تعطي خبره كبيره للاعبين. يعني كاس العاب البحر الابيض المتوسط. هذا هو الصحيح اننا اليوم استرجعنا، نستطيع ان نتكلم عن مكانه الجزائر الكبيره في افريقيا. هي تعتبر الجزائر وحده يعتبر قاره، بلد قاره كما يسمى يعني تقليديا في مصطلحات الدول. اليوم عندنا ربما كما قلت انت جبنا الافارقه ليعرفوا المكانه الاصليه والاصيله للجزائر، مكانه جيو استراتيجيه لهذا البلد الكبير، لهذا البلد المعروف ببلد الاحرار. اريد ان جو راجوتي على واش قال زين كونسيرنون نيلسون مانديلا. يجب ان نعيد ونركز ونقول نيلسون مانديلا سي لو بلوز الجيريان دي افريكان، ماشي لافريك دو سود، سي لو بلوز الجيريان دي افريكان. ونزيدوا نقولوا النضال التحرري ضد الابارتايد قام به وخاضه بإعانة من الثوار الجزائريين. لو يعرف الشباب اليوم ماذا كتب كبار الثورة الجزائرية، كبار الثورة الجزائرية كيف تأثروا بشخصية موديبا نيلسون مانديلا، لما تفوهوا اسمح لي أقول ببعض الحماقات. لما تكلم على نيلسون مانديلا تكلم على شخصية بارزة. نحن الحفيد مومن، الحفيد سوف نرجع إلى تصريحاته، جاي ليه الزين، مستحيل يجوز مرال الكرام، لأن اليوم الجزائر شئنا أم أبينا قبلة الأحرار وقبلة الثوار. ما أبهرني اليوم كما قلت بساطة الحفل الافتتاح الرسائل حكيم، رسائل جميلة جدا. عجبني هو أنه بأيادي جزائرية الحفل اللي كنت تشوفه 100% حكيم. هذا ما قال، هذا ما قيل لي 100%. اليوم فيه كلام محاولات التشويش على التي عشناها في البحر، في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وفي القمة العربية هنا. يعني كما نقولوا احبط او نزل المستوى الى الحضيض، ولكن الجزائر بقيت شامخه بقراراتها السياديه. لا احد يملي علينا ما نعمله، لا احد يستطيع ان يتدخل في قراراتنا السياديه. وشفنا الحفل اليوم كان كما قلت انت قصير ولكن لم نقصر، كان قصيرا ولكن لم نقصر. صحيح. الحمد لله كان فيه تجاوب كبير. الافارقه كلهم حكيم، دخلت في بعض المواقع كلهم يشيدون بهذا الافتتاح الذي كان رائع في مستوى، خلينا ما نبالغش نقول عالمي ولكن يبقى في مستوى القارة التي ترتقي في بلدانها التي تعتبر من أحسن وأكبر البلدان في النامية لحد الآن. أنا ما أبهرني كذلك هو حسن التنظيم الذي كانت ربما بعض المخاوف فيما يخص دخول الجماهير في أول مرة في ملعب، ربما لا نتحكم في يعني الأمور التنظيمية، ولكن سارت الأمور بإذن الله جيدا. أعود إلى ما قال زين عامر quand il y a une volonté politique de bien faire، لما تكون إرادة سياسية حقيقية باش نعمل مليح، حتى وتيرة العمل تسارعت وأصبح يعني on a vraiment rattrapé un grand retard en matière d'organisation، وين قدرنا الحمد لله نتحكم في أمور عدة. لا يختلف اثنين أن الجزائر يعني أصبحت البلد، يعني البلد الذي يحسب له ألف حساب في القارة الإفريقية، البلد الذي يحترم من طرف الجميع، البلد الذي استرجع يعني قواه خاصة من يعني
الجانب السياسي ودبلوماسيا، وهذه الاشياء يعني ساسري بيركوت على هذا المجال الرياضي. وشفنا اليوم الناس ولا تتبع اليوم يعني خاصة من حيث كما قلت البنية يعني في المنشآت الرياضية، ولينا يعني في ظرف تقريبا نقدروا نقولوا سنة قدرنا نحضروا تقريبا 4 ملاعب مهيئة ومجهزة من كل الجوانب. اليوم شفنا يعني ملعب براقي، ملعب عالمي. كنا نتكلموا على ملعب ميلود هدفي، ولكن ملعب نيلسون مانديلا لانه قريب من الجماهير، ما فيهش قريب من الجماهير، وخاصة يعني من الداخل، يعني ملعب مهيئ بكل التجهيزات. واليوم يعني معايير عالمية. حتى انفانتينو كان منبهر، يعني موتسيبي كان منبهر قبل يعني حفل الافتتاح، لان كانت عنده زيارة رسمية الى الجزائر في يعني حفل تيراجوسور القرعة، وين قدر يحضر، وكانت عنده يعني الفرصة باش يدير زيارة إلى هذا الملعب. كان منبهر. ولكن اليوم نظن الجزائر عندها ملاعب، عندها كل شيء، إلا علينا أن نغير بعض الأشياء يعني من حيث التنظيم. أنا نشوف أن بانتظام الناس ولا تتواكب هذا التنظيم، ونظن أن اليوم الجزائر قادرة، يعني ما اليوم نقدر نقولها أن الجزائر قادرة تنظم كأس إفريقيا، ولما لا إن شاء الله على 10 سنوات تنظيم كأس عالم.